نيجيري كل الأسئلة من الصحفيين المغربيين حول هل ستكون مواجهة ثأرية وهل هنالك ثأر للوداد البيضاوي بعد أحداث 2019. نسمع إجابة مدرب الوداد. يعني يعودوا لي انا تبعت ولكن عاودوا لي الكواليس. هذا تري امبورطون لي انا كمسؤول الاول انه الكوتي ايموسيونيل نخليوها كوتي، خاصنا الاورغانيزاسيون تكون مزيانه. نحاول ما امكن مباراه تاع كره القدم، ولكن عرفت انا مغربي كاين شي حساب خاصنا نردو، ولكن في الكره تنتمناو ان شاء الله انه نردوا الحساب. سي ان بروغرام اللي هو بيزار ولكن يفو سويفير كما تنقولوا علينا بجوج غادي تكون لا فاتيك مونطال. انا قلتها في الندوه الصحفيه البارح، هاد الكوب بغى يربحها اللي فيزيكمون ومونطالمون قوي، لانه العياء وهذا، ولكن المفروض عندنا غادي نحاول ما يمكن باش دابا نشوفوا المباراه الجايه ريكيبيرو كما تنقولوا نسرحوا ونكون واجدين ان شاء الله. هذا عادل رمزي هو لاعب سابق منتخب المغربي، عنده الجنسية الهولندية والمغربية، لعب سابقا في اودينيزي في PSV ايندهوفن، وتجاربه التدريبية كان درب أواسط PSV وكان مساعد مدرب فريق كبير PSV ايندهوفن، وأول تجربة مرسو كبير بالنسبة للوداد البيضاوي. عبد الباقي مسعود، توافق وجهة النظر نتاع الجانب المغربي انه مباراة يوم الأحد هي ثأرية بعد أحداث 2019، هي أول مواجهة منذ نهائي 2019، كذلك ثم مواجهة أخرى الهوني وشتي ضد فريقهم السابق. ثأرية بتاتر في ذهن الجمهور لأنه اللاعبية براتيكمون تبدلت منها ومنها، معناها ما هماش الإمام جوار اللي عاشوا مباراة 2019. ديجا ثم زوز عاشوها في الترجي وتو موجودين في الوداد اللي هما الشتي والهوني. بون بور الهوني شتي ما كانش حاضر، الهوني جيم بعد وقتها بن محمد الظهير الايسر. صحيح. الهوني الهوني والشتي كان ولد اسبيرونس ديزون، فهمت معناها، واللي هما زاد باش تكون عندهم مواجهه عاش ذكريات ايجابيه. ونتصور انه جمهور الترجي ماهوش ياسر ماخو في خاطره من الشتي من طريقه خروجه، وحمدو الهوني ما تعرف مشكل تاع البارح كان رومبلاسون دخل في وسط الاخرى. الهوني تضرب في مشلالي، ولو اني مشلالي تفرجت فيها المده اللي لعبها الهوني الكل ابار لاسيستم تاع البينالتي اللي جابها، ما ريتش حاجه، ما ريتش الهوني بكل صراحه. زيد تضرب ومنذ بدايه الموسم فما شيء حتى تو الهوني يظهر لي ما عمره ما زال ما ولاش تيتولير بارونتير. لا قاعد يلعب قاعد يلعب ما زال ما ولاش لكن المدرب قاعد يغير له في مركزه، يلعبوا ساعات تحت لاتاكون، ساعات يلعبوا في الكولوار اليسار، ساعات في الكولوار اليمين، يحاول يلقى معناتها لي روبير نتاعو، لكن الى حد الان الهوني ما زال ما لقاش الرضا التام. هم تو ما ترسم نهائيا كتيتولير. فوالا النقطة المهمة هي اللي كان يحكي فيها رضوان توا، هي مسألة التعب. إذا كان الترجي تعرف تجيري النقطة هذه، أعتقد أنه تجم تتخطى الحاجز هذا، لأنه فنيا الوداد في ماتش نيمبا علي روتور تفرج فيهم 2 ماتشات ما هياش خير من مازمبي علي روتور كل صراحة، سيرتو على مستوى سور البلان اتليتيك، فيفاسيتي، رابيديتي في اللعب. معناها مازمبي اكسح. المستوى بين الترجي والوداد يكاد يكون 50% يبقى سيتان ديربي ما تعرفش كمان. زاد ثم عامل الخبره اللي عند الوداد، دوبل فيناليست نتاع تشامبيونز ليغ، عملوا الخسر الفينال في 10 دقائق وتعملوا هو البطل تقريبا. هذه نفس المجموعه هي نفسها معناتها اللي عندها خبره كمان اللي تري سوليد، بالاضافه للانتدابات ونحكيو عليهم بعد مع توت فاسون اللي ريناه في ماتش نيمبا ما هواش اللي ريناه مع الوداد، عملناه في الديمي فينال وفي الفينال بكل صراحه. ممكن ثم دي كونترانت اخرين، ثم مشاكل اخرى يتجاوزوها، ما ريناش الرزنه اللي ريتو عمناول واللي ريتو اول تعمناول من الوداد. فهمت معناها الماتش نيغوسيابل 50% ديربي في لحظه المباراه وانطلاق المباراه ولعب المباراه والتطورات اللي مش تشهدها المباراه، وقتها يتحسم الامر. من بين الناس اللي ربما معناها حسب رايي انا معناها ماشي فقدهم الترجي في الماتش اللالي سيرتو بن حميده اللي عنده 2 افيرتيسمون مش باش يكون موجود في التشكيله. براتيكمون سهيلي هو اللي باش يكون ارير غوش.
سهيلي سور لو بلان سورتو ديفونسيف اللي انت حاجتك به في الماتش اللي غادي ما نعرفش نستناو نقولوا دونك تعتبر انه احداث 2019 ما تنجمش تعمل بريسيون للماتش؟ تنجم تعمل بريسيون على مستوى الجمهور، الامبيونس، الكواليس، اكيد باش يكون فما حاجه. جمهور تقعد في مخه الجمهور. اللاعبين نتصور اغلبيتهم بنسبه 80% تبدلوا معناها منا ومنا. رضوان الفالحي شنو نجموا نعرفوا على الوداد البيضاوي؟ هو عامناه لعب نهائي، خسر الفينال ضد الاهلي المصري نهائي الشامبيونز ليج، وتعاملوا له هو البطل. سنين عملوا طلع على الميركاتو، قام بعدد كبير من الانتدابات، اهمهم منتصر لحتيمي من ترابزون سبور، حمد الهوني في انتقال حر من الترجي، جمال الحرقاس من الرجال البيضاوي، زكريا دراوي لاعب متوسط ميدان منتخب الجزائري وشباب بلوزيد، الياس الشتي ولو انه ماهوش اساسي الياس الشتي، مع المحافظه على العناصر الاساسيه، جبران قائد الفريق، العملود، الملاعبيه اللي هما يمثلوا العمود الفقري للوداد البيضاوي، بالاضافه الى اللعبه في كازابلانكا وجمهور الوداد اللي اكيد يكون 80,000 نهار الحد. اول حاجه نحب نحكي عليها، اكيد انا حسب رايي السؤال اللي كنت وجهته لسعد الباقي، انا نتصور باش يكون فما تاثير كبير على مستوى الكواليس والمسؤولين والجماهير، لانه الى حد الان ما استصاغوش معناتها الاحداث في 2019 والتيتر هذاك، يعتبروا بالنسبه لهم هما انه تسرق منهم، والى حد الان معناتها حاطين حتى في لي باج تشوف لي كومنتير وغيره، دونك ريفاليتي كبيره. تقعد على مستوى الجمهور ولا ما معنى المسؤولين؟ المسؤولين نجموا يعملوا ضغط مثلا على كواليس نتاع تحكيم على انه الاربيتر يكون اربيتراج ميزون؟ شنو تقصد؟ شوف الحقيقه استانسنا بهم في الافريق، لا تقول لي لا مغرب لا مصر لا الجزائر لا غيره، ديما موجوده راه التاثيرات هذه، وديما اذا نحبوا معناتها بطريقه او باخرى نعطلوا شويه ولا نعملوا ان بو دو بيرتورباسيون تنجم تكون موجوده، لكن نتصور الترجي محضر نفسه بالقدام من الناحيه هذه، حتى على مستوى التحضير الذهني اكيد طارق ثابت والاطار الفني الكل واعين بالامور هذه. فيما يخص الفنيات زروق نرجع لك لهنا، الموسم الفارط صحيح خاض النهائي لكن جاء من بعيد، وكما كان يحكي سي عبد الباقي توا بعمل بدايه موسم معناتها خايبه برشا، لكن في اخر الموسم شفناه في الفينال بثوب نقولوا احنا البطل والتقاليد، لانه كان البطل في الاديسيون اللي قبلها. فيما يخص الوداد شنو نجموا نعرفوا، الفريق هذا معناتها عمل 11 انتداب بالتمام والكمال في هذا الموسم، فيهم 5 ملاعبيه اللي كانوا اساسيين في المباراه الاخيره ضد انيمبا، وفيهم 2 ملاعبيه اللي دخلوا او كور دي جو اللي هما شتي ومحروس. فيما يخص الباقيين اللي كانت الانتجراسيون نتاعهم تو سويت، نشوفوا منتصر الحتيمي قاعد يلعب، نشوفوا حرقاس والدراوي في وسط الميدان، الحرقاس ديفونسور سنترال نتاع كازابلانكا، عندك معناتها البحري اللي هو لاعب بركان زاد ملاعبي خبره وعنده معناتها امكانيات محترمه جدا، سفيان احاناش يقعد هو اللي غوش اللي قاعد معناتها بارفوا يلعبوا روليور وساعات يلعبوا على الكولوار اون طونك الي. فريق خلينا نقولوا قاعد يتبدل بنسبه كبيره، دونك يحاول يلقى لي زوتوماتيزم نتاعو، وفي اول الموسم بعد مقابله بركان والتعادل اللي عملوا كان معناتها المدرب باش يتم تغييره، وحتى تم اقتراح 3 أو 4 اسامي من بينهم فوزي البنزرتي، لكن في اخر الامر وقت اللي الى اونشينين بعدها بالضبط عمل 4 انتصارات ضد اتحاد طنجة، ربح 3-0، ثم مع شامبيونز ليج مع حافية كوناكري ينتصر 3-0 ويتعادل 1-1 خارج ميدانه، نفس الشيء مع إنيمبا 3-0 1-0. دونك هذه النتائج شفعت للمدرب هذا يكون موجود ويلقى الدعم من الإدارة متاعه ومن الجماهير. الحاجات الأخرين نجموا نحكيوا عليها فنيا هو اعتماده على رسم تكتيكي 4-2-3-1 سواء في الميدان متاعه أو خارج الميدان، وهذه نقطة تحسب للمدرب لأنه يعطي ايدونتيتي وكاشي للفريق هذايا ما يتأثرش بالادفيرسير. 4-2-3-1 ضد إنيمبا في ميدانه نفس الرسم التكتيكي
استعملوا في حسب رايك شنو الجيستيون المثاليه للترجي في التعامل مع المعطيات هذه كله مع طريقه لعب اللي هي النقطه هذه اللي انت تحكي عليها؟ باش نكمل. اعتمد على نفس الرسم التكتيكي ونفس التشكيله مع تغيير وحيد الهوني دخل مكانه الحتيمي في مقابله كازابلانكا. دونك اذا كان انت باش تشوف نقاط القوه نتاع الفريق هذا باش تلقاها على الاطراف، عندهم لاعبيه سريعين جدا واللي فنيين، لكن في نفس الوقت يمثلوا نقطه ضعف لانهم في الريبلي ديفونسيف تقريبا ما يقوموش بالادوار نتاعهم كما يلزم. وين نلقاو معناتها نقطه القوه الاساسيه هي زاده الدراوي وجبران في وسط الميدان، زوز ملاعبيه اكسبيريمونتي ويسون كابابل معناتها باش يعطيوك الباس الممتازه فير لافون، مع مهاجمين اللي يقلقوا شويه. دونك هذه نقاط القوه. لكن في المقابل دفاعيا الحقيقه ديما يخليوا يسباس سيرتو ما بين عملود وابو الفتح معناتها في الانترفال هذاك، وما بين الحرقاس وعطيه الله اللي يطلع برشا يساند الهجوم، نعرفوه معناتها ملاعبي تريز اوفنسيف. عملود وعطيه الله لا ريد دروا ولا ريد جوش نتاعهم تريز اوفنسيف ونقطه قوه، خاطر قبيله كي قلت الاطراف تقصد الاظهره والاجنحه والا الزوز مع بعضهم، لانه في الحالات الكل نقطه القوه نتاعهم هي على الاطراف وعندهم توزيعات مليمتريه قويه 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 بالضبط. لكن حتى دخول معناتها احاناش والبحري ولاو يلعبوا في لي دو كولوار، فما ليزون قويه ما بين لي دو كولوار سواء عطيه الله والبحري والا ابو الفتح واحاناش. هذاك علاش نقاط القوه تتمثل في الاروقه، تقعد عنده دي ديفايونس. حارس المرمى زاد يرتكب بعض الاخطاء خاصه في الريلونس. الترجي الرياضي التونسي سور عمل الفيزيوناج نتاعو اللي 4-5 ديرني ماتش ويعرف الامور هذه. تقعد حاجه اخرى ونختم بها، توقيت الاهداف راهو مهم، لانه الفريق هذا يحاول يضغط ديما سيرتو لما يلعب في ارضيه ميدانه. اكثر من 75% من نسبه الاهداف في الربع ساعه الاولى. دونك يلفو فير اتونسيون في اللونتام ديو ماتش الترجي الرياضي التونسي. وحتى في الاستحواذ زاد فريق ممتاز فنيا، في اخر مباراه كانت عنده 63% مقابل 37 للإنيمبا. دونك هذه كل نقاط ان شاء الله يستفاد منها الترجي الرياضي التونسي. واضح جدا. تو بعد الفصل نسال سي عبد الباقي على لافيش الاهلي سان داونز ترجي وداد الذهاب والاياب وقتاش باش يكون وقراءته شكون للويكاند هذاك كيفاش باش يكون مع عبد الباقي بن مسعود بعد الفصل. سبور بلوس مع أيمن زروق على إيفام. اهلا وسهلا مرحبا من جديد. بعد شويه باش نحكيو على مباريات وقراءه في ماتشات الجوله الثامنه وتهديد اتحاد بن قردين بعدم خوض مباراه نادي الافريقي. ما مدى جديه هذا الموضوع بعد شويه نحكيو عليه. لكن كانوا مع الافريكان فوتبول ليج عبد الباقي بن مسعود نهار لحد ملا حد شد عندك مع ماضي ساعتين. سان داونز الاهلي في سان داونز في بريتوريا، الماتش مع ماضي ساعتين فك الغرغور القيله نتاع جنوب افريقيا فك الخمسه مرتين 3-5 معناتها في انتظار 5 جديده معناتها للاهلي. وسبعه نتاع العشاء الوداد الترجي الرياضي التونسي. برونوستيك عبد الباقي مسعود وقراءه الاهلي نحس فيها مش تعمل نيو المره هذه، مش بتاكل 5 مش تعمل نيو يعني تقول تاكل 3 على الاقل. انا بالنسبه لي راهو تقعد الاهلي الفينال الاهلي مع الاسبيرونس خير من الاهلي بالاسبيرونس سان داونز. باهي بيان سور تمشي لمصر خير من تمشي لجنوب افريقيا. وسان داونز تعذب زيدان بليس بكل صراحه. الاهلي سي ديربي كب عندي وكب عندك اللي يربح صح عليه مش مشكل. فهمت؟ اما سان داونز سي توجور دور التنقل الغادي باش تشجع الاهلي يعني ضد سان داونز باش تشجع الاهلي ضد سان داونز. والله هو أنا تعرفوني انا بطبيعتي اهلاوي. اهلاوي نحب الاهلي بطبيعتي فهمت. ونتفرج برشا في قناه الاهلي ومعجب جدا بالستركتور نتاع الاهلي ونعتبر انه الاهلي سي موديل للفرق العربيه اللي تحب تتطور بكل صراحه. دونك تعتبر انه ما تشوف انه نهار انا نتوقع الاهلي خاطر شوف اذا كان ثم اشكال في الاهلي توا حسب الماتشات الاخرى هو اشكال التجسيم. هي ما تلعب باهيه ليكيب تكور بتفهم قاد التجسيم. حكايه انه كيفاش يغطيه وريكوبيراسيون كذا امورهم 5-5 نورمالمون سورتو اونترونورهم 5-5 في المستوى هذا. بقات حكايه حتى الكره في الفيلي هي المشكله اللي ظاهر عليها توا في خاطر تخلق لك 20 فرصه تمركي واحده تمركي اثنين بالسيف سي سابوز ان بوان دو. وبالنسبه للوداد ولا ترجي اكيد جدا عبد الباقي مسعود باش يعتبر انه ترجي هو باش يفوز خاصه انه مدربها طارق ثابت اللي انت اول واحد قلت طارق ثابت يخدم في خدمه كبيره وعمل جبار وقالوا عليك تخلوط معناتها فاش تخلوط قالوا عليه نسوق له تسوق فيه باش تخدم له في الخدمه صح الكونترا راه عندي 50% راني في برشا هذه 50 خويا كان انا نشرت برشا فهمت. خلي يقولوا شي يحبوا خويا خلي يقولوا شي يحبوا احنا نشجعوا التوانسه ولا من مبدا
اني نشجع تونس. انا غدو الحي نقى رضوان الفالحي مش راني ليتوال وزاقلو مش يقوم من قبر ويجي ليتوال نساند رضوان الفالحي. ربي يفرج صراحه. لا معناها لانه شد عندك مش معناها اللجنه خايب ونقولها ونعاودها مش على خاطر اسمه رضوان، على خاطر الكفاءه. الكفاءه سوري سيرتا بيان سور. او كيسان الطارق ثابت هو لانه يعرف فيه الكفاءه وقادر ياخذ معناتها سفينه الترجي رياضي تونس. وليه مره اخرى بالله والله مش خاطر هو موجود معنا سعد الباقي، راه سعد الباقي راهو صحفي وعنده الخيوط نتاعو، راهو معناها متمكن وعنده زريعه في البارك نتاع الترجي. دونك باش يقول حاجه على الباقي مسعود راهو مش هكاك مش يخلط، راه عنده ما يقول ولا عنده كذا، اكيد راهو عنده معلومه كذا، عنده مش من فراغ، مش هكاك معناتها يهز وينفض معناتها. والله كي نغلط نعتذر اون بليس. غلط راهو تقول سامحوني غلط. تو تسويت نحكيو على البطوله، مباريات نهايه هذا الاسبوع. تاكو تاك سي بي سي اس اس اتحاد تطاوين المتلوي، هذوما مباريات المجموعة الثانية. المجموعة الأولى نهار 28 أكتوبر، الملعب التونسي مستقبل السيمان، النجم والأولمبي الباجي في قمة الجولة هذيا، والنادي الأفريقي اتحاد بن قردان. مسؤولية اتحاد بن قردان ومدربة كان داخل مع زملائنا في شمس سفين، طبعا عشان نسمعوا تصريح نتاعو. المكونات العامة تاع اتحاد بن قردان: هيئة مديرة جماهير الأوساط في بن قردان تطالب بعدم لعب مباراة النادي الأفريقي سواء في تاكو تاك مع